لو انت مريت بتجربة عاطفية أو صاحبك مر بيها ومش عارف تساعده ازاي، تعالوا نتخيل لو الدحيح اتكلم عن الانفصال هيشرحه ازاي؟ يا عزيزي، الانفصال مش بس تجربة عاطفية، لا، دي تجربة هتدمرك بجد. فتعالوا نغوص مع بعض في بحور العلم ونشوف ليه قلبك اتكسر وليه عقلك مش قادر ينسى، وازاي تطلع من المصيبة دي بأقل الخسائر. أولاً، انت مش مجنون، دي كيمياء. لما بتنفصل جسمك بيتعامل كأنك اتخبطت بغطا حلة سخنة. المخ بيوقف إفراز هرمونات السعادة زي الدوبامين والسيروتونين، وبيبدأ يفرز هرمونات التوتر زي الكورتيزول، وده بيخليك تحس بأعراض زي خنقة، قلق، رعشة، دموع، كأنك بتتفرج على نهاية تايتانيك كل يوم. يعني يا عزيزي، إحساسك مش درامي، ده كيمياء حقيقية. المخ فيه خناقة حرفياً جواه. ثانياً، الحب كان إدمان. في دراسات شبهت الانفصال بانسحاب مخدر. ليه؟ لأنك حرفياً كنت مدمن على الشخص التاني. كل رسالة، كل كلمة حلوة كانت جرعة دوبامين، وفجأة اتقطعت الجرعة، فجسمك ومخك بيصرخوا: فين الشخص اللي كان بيخليني أحس إني عايش؟ لكن يا عزيزي، ده الإدمان مش الحب الحقيقي. المخ بيقلب لك في الذكريات. المخ غلس جدا، في وقت الحزن بيحب يطلع لك أسوأ إعلان نوستالجيا في التاريخ. فاكر لما كنتوا بتاكلوا كشري مع بعض؟ فاكر ريحة البرفان بتاعها؟ هو مش بيواسيك، هو بيشوطك في الجرح تاني. طب هنعمل إيه؟ إزاي نعدي من غير ما نتحول لزومبي؟ أول حاجة، اقطع التواصل. المخ محتاج وقت ينسى، وطول ما في رسايل وصور ستوريز مش هينسى حاجة. امسح، بلوك، احذف، اخلع. مش أسوأ، ده بقاء نفسي. تاني حاجة، ارجع لنفسك. العب رياضة، اخرج مع أصحابك، مارس هواية، ادخل كورس، أو حتى خش القناة بتاعتي واسمع فيديوهاتي. اللي بيحصل بعد الانفصال مش نهاية العالم، ده بداية فرصة إنك ترجع لنفسك وتبنيها من تاني. تالت حاجة، ما تتكسفش تطلب مساعدة. لو الموضوع طول ولو بدأت تحس إنك مش قادر تتحمل، روح لدكتور نفسي. مش ضعف، ده قوة وعقلانية. وأخيراً يا عزيزي، الانفصال وجع، بس مش لازم يبقى انهيار. القلوب بتنكسر بس بتتصلح، وكل نهاية وراها بداية، واللي جاي أحلى لو عرفنا إزاي نحافظ على نفسنا. بس ما تنساش في الآخر، أنت مش لوحدك، وأنت مش الشخص اللي الطرف التاني سابك عشانه. أنت الشخص اللي ربنا كتب له حاجة أحسن جاية، بس استهدى بالله.